زمان الترماي دوت لما كان بيمشي كانت الناس بتطلع تجري ويقولوا عفريت عفريت عفريت، وكانوا مسمينه عفريت الشارع، وكانت الناس بتخاف تركب جوه الترماي. فنزل مقالة كده جميلة في الوقت دوت علشان الناس تحب الترماي شوية، وقالوا في قصة الشيخ حسن. ايه قصة الشيخ حسن ديت؟ الشيخ حسن كان وارث من اجداده سبحة، وكانت السبحة دي غالية عليه قوي، وهو ماشي كده في العتبة، لان اول خط للترماي كان في العتبة. الناس اللي من القاهرة عارفة يعني ايه العتبة كويس قوي. الشيخ حسن دوت كان واقف ماسك السبحة بتاعته وعمال يسبح بيها. السبحة دي غالية جدا، زي ما قلت لك واخدها من ابوه وابوه واخدها من جده، يعني حاجة كده من التراث. وفجأة السبحة وقعت على القضيب بتاع الترماي. طب يا ترى هيقرب ولا مش هيقرب؟ الناس كانت بتخاف من الترماي، وهو ماشي كده يطلعوا يجري يقولوا العفريت جاي العفريت جاي. فهنا فضل الراجل واقف عايز ياخد السبحة وخايف. الناس اللي واقفه المصريين خايفين ليه؟ لانه عارفين ان في كهرباء وهتكهرب. فجه الراجل اللي سايق الترماي وقف ونزل قال لهم يا جماعه حد ياخد السبحه؟ يقول لا يا عم، ده احنا لو خدناها هنتكهرب. راح الراجل دوت كان خواجه ساعتها، خد السبحه والله دي جميله، وراح حطها في جيبه وركب الترماي ومشي. والشيخ حسن واقف متنح هو والناس اللي حواليه لما اكتشفوا ان القضيب دوت ما بيكهربش. ودي كانت قصه من القصص اللي اتكتبت علشان تخلي الناس تحب الترماي في الوقت ده. انتوا متخيلين المصريين زمان كانوا بيتعاملوا ازاي مع الاختراعات الجديده؟ ده مش جهل منهم ولا انا بقلل منهم، بس انا بقول لك ايه هي طيبه الشعب المصري، وانه كان دايما اي حاجه بيخشوا عليها جديده كانوا بياخدوها كده على مهلهم من غير توتر ومن غير اي قلق، الا عفريت الكهرباء. نشوفكم في حلقه جديده من حكاياتنا من بيتنا. مع السلامه.